قصتنا بتبدأ مع العمارة المسكونة. القصة بدأت مع الشاب اسمه عماد. الشاب في سن 20 من عمره كان بيحب التصوير الأماكن المهجورة. في أحد القرى وأحد الأماكن سمع إن في عمارة مسكونة، والسكان بيقولوا إن هما بيسمعوا أصوات صريخ وأصوات رعب وأصوات غريبة وخيالات سودة كده. قرر عماد إنه هياخد الكاميرا بتاعته وهيصور العمارة المسكونة ويشوف كلام السكان ده حقيقي ولا كذب. عماد بيقول: طلعت أول دور بصعوبة، حسيت كل الأبواب كلها مغلقة والجدران مشققة. العمارة كده حسيت اللي هي قايلة للسكوت، وحسيت إن الجو برد، واستغربت إن الجو اللي احنا فيه ده ما ينفعش مع الجو اللي أنا حاسه ده، احنا في وقت الصيف. طلعت الدور التاني ملقتش حد. طلعت الدور التالت لقيت باب الشقة نصه مفتوح. من الفضول اللي عندي كده قلت اخش بس بحذر، وفجأة لقيت هوا شديد قفل الباب. اترعبت قوي وقلت انا كده ميت في سري. طلعت التليفون من جيبي وعشان اخد كام صورة كده حصلت لي حاجة غريبة قوي. الفلاش ما كانش راضي يفتح. حسيت ان حد بيمنعني من التصوير. لقيت الفلاش فتح، لقيت شخص في اخر الممر. بدقق فيه قوي كده ما لقيتهوش بعينين اصلا. صرخت وقلت ايه اللي انا بعمله ده؟ اهدى يا عماد. عليت صوتي وقلت لو في حد هنا انا مش جاي اذيك، انا هصور وامشي بس. ما لقيتش حد بيرد عليا، بس سامع صوت خطوات قريبة مني في الممر اللي انا واقف فيه. لفت بسرعة ما لقيتش اي حد خالص. بدأ قلبي يدق بسرعة وقررت ان اخرج من الشقة. قعدت احاول كده مع افتح الشقة، ما لقيتش الباب بيتفتح. بعد ما قعدت اقاوم مدة طويلة لقيت الباب اتفتح. سمعت صوت جنبي، بنت بتبكي بهدوء. لفيت وجدت سيدة بملابس قديمة قوي واقفة في اخر الممر. شعرها طويل ووشها مفيش ملامح، لكن حصلت حاجة غريبة قوي في الموضوع ده. كان شعرها طويل وراسها في الجدران ومفيش جسم اصلا موجود. نور الفلاش اتطفى والظلام غطى، وحسيت ان انا وقعت على الارض. بس مش كل ده حصل لي لغاية ما فقدت الوعي وحسيت ان حد بيفوقني وهم السكان. وقلت الحاجة دي ان هي حاجة قوة غير مرئية على وجه الارض. انا كنت جوه الشقة، لقيت نفسي بره الشقة اصلا قدام باب الشقة. كان معكم محمد معجزة. قصة وحوار دكتور مزيكا، إخراج استوديو MH، أداء صوتي محمد معجزة.